ضيفي العزيز النهارده واحد من نجوم هذا العالم، نجوم عالم العظام، الجراحات المتخصصه في الاعوجاج العمود الفقري. النهارده مبدع يعني في ادائها ما شاء الله. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور يحيى البرمبولي، المدرس والاستشاري لجراحات العظام والعمود الفقري، استشاري جراحات اعوجاج العمود الفقري، زماله جراحه عظام الاطفال وتشوهات العمود الفقري الكنديه، زماله جراحه العمود الفقري المتقدمه الانجليزيه. اهلا بك يا دكتور يحيى. اهلا وسهلا. منورني. ربنا يخليك. والوراثه. الاسباب هو 4 اسباب رئيسيين لاعوجاجات العمود الفقري. اول حاجه ان احنا يكون عندنا في مشكله في تكوين الفقرات منذ الولاده، يعني فقره غير مكتمله، نص فقره زياده او فقره ناقصه، وده بنقول عليه الكونجينيتال سكوليوزيس اللي هو الطفل المولود بيه. في حاجه تانية اسمها السندروماتيك سكوليوزيس اللي هو ناتج المتلازمه، يعني حد عنده متلازمه زي مثلا المارفان سيندروم، دي بتاثر على حاجات كتير في الجسم، منها بتعمل اعوجاج. النيوروفايبروماتوزيس اللي هو الورم العصبي الليفي بتاثر على حاجات كتير، منها الاعوجاج. فده ليه سبب، ليه علاقه بالايه؟ بالمتلازمه اللي بيقولوا عليها السندروماتيك سكوليوزيس. وممكن يكون ولد او بنت عندها مشكله في الاعصاب بتاعتها، زي مثلا السي بي او الشلل الدماغي، مؤثر على الاعصاب بتاع الجسم، وبالتالي بيأثر على العضلات بتاعه المحيطه بالعمود الفقري، وبالتالي بيحصل ايه؟ اعوجاج. او حد عنده شلل في جزء من الجسم، فبالتالي الاعصاب ضعيفه في الجزء ده، فبالتالي بيحصل اعوجاج فيها. شلل النصفي مثلا. لكن بيبقى عالي شويه عشان يقدر ياثر على الاعوجاج، يعني مش مجرد على الرجلين، لا واخد الشلل النصفي. ما هو جزء. الشلل النصفي قصدي على الهيميبليجيا، الشلل النصفي بالطول. موصلي بارابليجيا اكتر اللي بيجي لهم الاعوجاج لو عالي مستواه في سن صغير. فده يبقى اسمه نقول عليه نيورو ماسكولار سكوليوزيس، اللي هو نتيجه مرض في الاعصاب او مرض في العضلات. عضلات زي مثلا الحاجات اللي بيقولوا عليها مايوباثيز، اللي هو بيبقى ضمور العضلات، يبقى حد عنده ضمور العضلات، او الاس ام اي، دي كلها امراض فيها ضمور في العضلات، فبالتالي كون العضلات يعني فيها ضمور، فبالتالي بيحصل اعوجاج العمود الفقري. ودول كلهم بيمثلوا نسبه صغيره من الاعوجاج، تقريبا 10 15%. ال 80% الباقيين اسمه ايديوباثيك سكوليوزس. يعني ايه ايديوباثيك؟ يعني ليس معلوم السبب، يعني لسبب غير معروف بيبتدي يحصل اعوجاج صغير بالتدريج، جزء جزء، بتلاقي الاعوجاج ابتدى يزيد، وده اللي اسمه ايديوباثيك سكوليوزس. وده اللي هنتكلم عليه اكتر، وده اللي بيظهر في ايه؟ في فتره المراهقه، اللي بنقول عليه ايه؟ adolescent idiopathic scoliosis، اللي هو يعتبر في غموض كبير للغايه ما زال فيه. في طبعا ثيوريز كتير عليه، بس في وراثه. في وراثه طبعا ديفينتلي. يعني في ناس كتير، احنا عملنا عمليات للبنات او امهاتهم عندهم اعوجاج في العمود الفقري، او خالاتهم، او حد يعني في بوست فاميلي هيستوري، يعني حد من العيله عنده اعوجاج في العمود الفقري. فهل الوراثه ليها عامل؟ ليها عامل، لكن هل هي العامل الوحيد؟ لا، مش العامل الوحيد، لان معظم الحالات بيبقى ما عندهمش حد في العيله عنده اعوجاج وبيحصل. وهنا بقى نقطة تانية، الناس بتبقى دايما محملة نفسها، الأب والأم، إن هم شافوا البنت عندها اعوجاج، فبيبقوا يعني عندهم إحساس بالذنب، يفتكروا مثلا إن هي من سبب الشنطة، شنطة المدرسة كانت تقيلة عليها، وهي مثلا لا، هو ده ملوش علاقة بالشنطة. الشنطة مالهاش دعوة. طيب، والبنت أنا طول عمرها بشوف ظهرها، طول عمري أنا، يعني هي تيجي لي وهي عندها 13 سنة وعندها اعوجاج، أنا طول عمري بشوف ظهر البنت ما كانش عندها حاجة، أنا إزاي لا، هي أصلا ما كانش عندها، يعني لغايه سن 10 سنين ما كانش عندها اعوجاج. هو ده اسمه adolescent idiopathic scoliosis، يعني بيظهر في سن المراهقه، يعني قبل سن المراهقه ما كانش عندها. فدايما ايه، واحد يطمنهم، لا انتوا مش غلطانين، يعني كتر خيركم، ولا ده اصل ده مش انزلاق ظروف نقول شلنا حاجه لا، ده حاجه مش مفهوم سببها ايه بالظبط. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور يحيى البرمبولي، المدرس والاستشاري لجراحات العظام والعمود الفقري، استشاري جراحات اعوجاج العمود الفقري، زماله جراحات عظام الاطفال وتشوهات العمود الفقري الكنديه، وزماله جراحات العمود الفقري المتقدمه الانجليزيه. نورت الناس الحلوه. ربنا يخليك. خليكم دايما مع الناس الحلوه.